السلام عليكم، اهلا وسهلا البنات. معايا فيديو جديد على القناه ديالي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا معايا هاد لا فيديو ديال اليوم. كيف ما تلاحظوا جبت لكم خبيزات رائعين ديال الساندويتش، تيجيو رائعين ومنفوخين كيف ما تلاحظوا، ناجحين 100%. بحشوه الاقتصاديه زوينه بزاف، تقدروا تستافدوا من الوليدات ديالكم المدرسه اللي تيكون عندهم الغدا في المدرسه. مقادير جد متوفره في كل البيوت. بالاول حاجه غادي نبداو بها، غادي ندير واحد الزلافه اللي غادي نديرو فيها خميره ديال الخبز، تقريبا واحد المعلقه كبيره ونصف، ومعلقه ديال السكر سنيده، وغادي ندير تقريبا واحد الكاس ديال الماء دافي، وغادي نخليهم حتى تفاعل ليا الخميره جيدا. وكيف ما تلاحظوا هنايا تفاعلت لي الخميره. بالنسبه للدقيق غادي ندير 600 غرام ديال الدقيق الابيض. كيف ما تلاحظوا غادي نضيف ليه هذيك الخميره من بعد ما تفاعلت لي مع السكر ومع الماء. غادي ندير هنايا غور طبيعي، وغادي ندير 2 معالق ديال الزيت نباتيه. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. وغنضيف الملح، وغادي نكمل بالماء، تقريبا واحد 2 كيسان ديال الماء هما اللي غادي يجمعوا لي هاد العجين. كاس في الاول درناه باش دابت الخميره، والكاس الثاني كيف ما تلاحظوا معايا هنايا هذا هو العجين تيجي لين البنات، تيجي زوين. هنا كيف ما تلاحظوا درتو في سطح العمل، حاولت ندلكو مزيان كيف ما تلاحظوا معايا حتى تيولي القوام ديالو سميك وتيجي رطب بزاف وتيتشكل في اليد. من طبيعه الحال غيكون شويه تيلتصق في اليد، ولكن راه زوين بزاف. المهم هنا دهنت البول بواحد شويه ديال الزيت، ودهنت حتى العجينه بشويه ديال الزيت، غير شويه البنات، حيت انا ما غاديش ندير لها الزيت من بعد. صافي، وغادي نغطيها وغنخليها تختمر على خطره تقريبا واحد نصف ساعه فما اكثر. المهم هنا من بعد ما اختمرت ليا كيف ما تلاحظوا تجي على هذا الشكل، غادي نحيد الهواء منها هذا العجين، وغادي نحاول نجمعها ونديرها في سطح العمل باش غادي نشكلها. بالنسبه للكويرات على حساب الكويرات اللي بغيتو. انا هنا تقريبا درت 100 غرام ماشي 130 كيف ما غتلاحظوا معايا في الفيديو. درت 100 غرام الكوره وعطاتني 10 الكرات، ما شاء الله فيهم الخير، ويعني فيهم الخير والبركه. كيف ما تلاحظوا هنايا درت هنا 130، ولكن انا راه عاودتهم ودرت غير 100 باش عطاوني 10 الحبات. كيف ما تلاحظوا هنايا التشكيل ديالهم جد سهل. ضروري غنرشوا شويه ديال الدقيق باش ما تلتصقش لينا في سطح العمل العجين، وما تلتصقش لينا حتى في يدينا. صافي البنات، هادشي اللي كاين. غادي نشكلهم، غيعطوني 10 ديال الكرات كيف ما تلاحظوا هنايا. صافي غادي نحاول نرش الدقيق غير شويه، وغادي نقرصهم او غادي نطلقهم بالمدلك كيف ما تلاحظوا. ومن طبيعه الحال غادي ناخذ واحد الطاوه ديال الفرن اللي غادي نكون نفرشها بالورق ديال الزبده باش غادي ندير فيه هاد الخبيزات ديالي. كيف ما تلاحظوا ما نرققوهمش بزاف، ونحاولوا ما نخليهمش غلاضين، لان حنا المفهوم ديالنا في هاد الخبيز، المضمون ديالنا في هاد الخبيز بغيناه يجي منفوخ باش نحشيوه بالحشوه اللي بغينا ونديروا به الساندويشات. كيف ما تلاحظوا هنا ضروري ترشوا شويه الدقيق لان العجينه رطبه بزاف البنات. وغادي نقرصوهم كيف ما تلاحظوا هنايا، وغادي نديرهم في الطاوه ديال الفرن ضروري تكون مدهونه بالزيت ولا مفرشه بالورق ديال الزبده كيف ما تلاحظوا. صافي هنا البنات غادي نغطيهم ونخليهم حتى يختمروا. من بعد ما اختمروا تيوليو على هذا الشكل، غندخلهم ديريكت للفران. غادي نشعل عليهم التحت حتى ينتفخوا على هذا الشكل، وعاد غادي نحمرهم على نار مهيله. الصراحه البنات راه تيجيو ناجحين، غير جربوهم. وهنا البنات غادي ندوز الحشوه تتبقى اختياريه على حسب المتوفر عندك في الدار. هنا كان عندي انا صدر ديال الدجاج، خديت واحد المقله درت فيها شويه زيت الزيتون، بصيله كيف ما تلاحظوا مقطعه، وغادي ندير واحد الفلفله حمراء عندي حتى هي مقطعه. غادي نخليهم يتشحروا مزيان وغير واحد شويه، وغادي نضيف عليهم الصدر ديال الدجاج. كيف ما قلت لكم، الا كان عندكم صدر ديال الدجاج والا كان عندكم الكفته بغيتو تحشوهم بالطون يعني حشوه بارده، المهم تيبقى لكم الاختيار، هذا تيبقى على حسب اش عندك في الدار. المهم هنا درت صدر الدجاج، كانت عندي واحد الصدر ديال الدجاجه قطعته هنا شرائح، ودرت واحد 2 فصوص ديال الثوم. بالنسبه للتتبيله البنات او العطريه غادي ندير شويه السكينجبير، شويه الخرقوم بلدي. هنا راه درت شويه التتبيله ديال الكاري، واحد يعني تتبيله تكون عند العطار راه زوينه بزاف. درت شويه الخرقوم البلدي، درت الملحه، درت الابزار، يعني العطريه كامله ما عدا الكمون والقرفه ما درتهمش. غندير هنا ديال صوص الصوجه، وغادي نضيف شويه ديال المطارد كيف ما تلاحظوا. وانا اصلا الا كنتو غاسلين الدجاج بالحامض راه مزيان، ما كنتوش غاسلينه بالحامض تقدروا ديروا قطرات ديال الحامض انك تغسلاه هنا مزيان بالحامض. داك صدر الدجاج كنت انا مرقداه في الحامض. صافي البنات، هذه هي التتبيله، وغادي نخلي الدجاج ديالي يتشحر مزيان على نار مهيله
حتى يطيب ليا مزيان. الصراحه تيجي لذيذ وفيه اللذه ديال المذاق ديال التتبيله ديال الكاري، تتجي زوينه وصراحه تتبان لك الحشوه. صافي البنات، ها هو بالنسبه للحشوه انا الحاجه الصعيبه درتها فيها. هنايا درت الصوص، درتو ميكس، درت شويه الكيتشوب، الموطارد، المايونيز، ودرت واحد شويه ديال الفلفل الحار. هنا بصيله ومطيشه كيف ما تلاحظوا، الخس غسلته وقطعته. هنا الحشوه ديالي كيف ما تلاحظوا، وقليت واحد شويه ديال الفريت. وهادو هما الخبيزات ديالي صراحه تيجيو زوينين بزاف. يعني انا غير بالنسبه ليا هذه الحشوه اللي درت، او هادو هما الساندويشات اللي درت. تقدروا يعني ديروا اي حاجه متوفره عندكم في الدار. وكيف ما تلاحظوا الخبيزات ديالي راه مهويين 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 من الداخل، والصراحه تيجيو رطبين ورائعين. عرفتي العضه ديالهم يا سلام البنات، غير جربوهم ردوا لي الخبر. بالنسبه للدراري الصغار تيبغيوهم، كونوا اكيدين انهم يعني تيبغيوهم، لان انا عندي وليدات صغار وعجبوهم هاد الساندويشات بزاف بزاف. بالنسبه للحشوه غادي ندير صوص اللي صوبت، غادي ندير الفريت، غادي ندير البصله ومطيشه، وغادي ندير حتى لادان اللي صوبت، الخص. وها هما السندويشات ديالي تيكونوا واجدين. نتمنى يعجبكم هاد الوصفه ديال اليوم، وغير جربوا هاد الخبيزات راه تيجيو رائعين. غادي ينفعوكم في هاد الدخول، يعني غادي ينفعوكم في هاد الدخول المدرسي بالنسبه للبنات اللي وليداتهم تيتغداو في المدرسه. وهنا البنات غادي نكون وصلت نهايه الفيديو. نتمنى هاد الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنساوش لي لايك والكومونتيرات الزوينين. نتلاقاو ان شاء الله على خير.